ازاي انشر روايتي ورقيا؟ عزيزي الكاتب، خليني احكي لك ازاي تحول الحلم لحقيقة. اول حاجة بتعملها هي ان انت بتكتب روايتك الكترونيا وتخليها بصيغة دوكيمنت وبي دي اف. في عندك 3 برامج تقدر تستخدمهم: جوجل دوكيمنت، وورد، ودبليو بي اس اوفيس. جوجل دوكيمنت بالنسبة لي هو احسن واحد على الاطلاق صراحة. وورد تحفة بس مش دايما بيكون مجاني، والدبليو بي اس اوفيس كويس جدا بس بالنسبة للروايات الانجليش. بالنسبة للعربي هو بيلخبط في حاجات كتير قوي، بيحط الحاجة اليمين شمال والشمال يمين والدنيا بتبوظ فيه. فاكتر حاجة هنصحك بيها هي جوجل دوكيمنت. ولا مفيش حاجة اسمها اني ببعت الرواية ورقيا. وهنصحك نصيحة صغيرة قوي، اتمنى ان انت لما تيجي تكتب الرواية بتاعتك ما تكتبهاش على النوتس بتاعت الموبايل، اكتبها على برنامج فعلا من الاتنين دول على الاقل، او اي برنامج تاني ينفع ان انت تدخل فيه الايميل بتاعك، بحيث ان انت لو لا قدر الله موبايلك تاه، اتحرق، غرق، ايا كان اللي يحصل له، انت تعرف انك توصل للمسودة بتاعتك او الدرافت بتاعك تاني عن طريق اي حاجة منهم. تاني حاجة استقبال الأعمال. هل دار النشر دي أصلا بتستقبل الروايات حاليا ولا لأ؟ طيب أعرف إزاي؟ هتبعت لهم على وسائل التواصل: فيسبوك، انستجرام، تيك توك، أيا كان هي إيه، أي حاجة تعرف توصل بيها لدار النشر دي، وتسألهم هل هم فاتحين دلوقتي وبيستقبلوا ولا لأ. بس أحيانا دور النشر بتكون مشغولة جدا، ممكن ما تردش عليك في ساعتها أو ترد عليك بعد فترة. طب أعمل وقتها إيه؟ دور في آخر حوالي 50 بوست، هل هم منزلين واحد كاتبين فيه ان هما بدأوا يستقبلوا الأعمال ولا لأ. وشوف الفترة وتأكد ان انت لسه في الفترة دي، يعني مثلا فاتحين من شهر 2 لشهر 5 او ايا كان بقى، كل ده نشر على حسب. وتأكد ان انت لسه في الوقت ده عشان تعرف اصلا تبعت له. ارسل العمل. استنى معايا في كام حاجة كده عايزين نحضرها. عايزاك تحضر ملخص شرح للرواية بتاعتك، يعني من الآخر كده الرواية بتتكلم في مجمل على ايه، من غير اكيد ما تحرق كل حاجة فيها. سيرة ذاتية ليك ككاتب. وسيرة ذاتية هنا مش قصدي أبدا مستواك في الإنجليش، ولا هل أنت حاصل على ICDL ولا لأ، وإنما الأعمال السابقة بتاعتك. هل أنت بتكتب أونلاين، بتكتب عربي، بتكتب إنجليش، تقول لو أنت بترجم حاجة، ولو أنت كنت ناشر مع دار نشر تانية قبل كده، لأن نشرت إيه والدار اسمها إيه. برضو عايزين ملخص بحيث إن المصمم بتاع الغلاف يكون فاهم الرواية بتتكلم عن إيه وهو بيصمم غلاف لإيه أصلا. ومثلا رؤية الكاتب، أنت متخيل غلافك يكون عامل إزاي، وشوية الحاجات اللي بتتكتب على الغلاف، اسم الرواية، اسم السلسلة، وهكذا. أي حاجة ناوي تستخدمها للماركتينج حضرها. الاقتباسات بتاعتك برضو، سواء هتتحط مثلا على فاصل الرواية أو أنت هتستخدمها للتسويق. لو هتحط صور ورسومات خليها معاك ملونة وأبيض وأسود. والملخص اللي هتكتبه على الغلاف الخلفي بتاعت الرواية بتاعتك. نيجي بقى الحاجة اللي انتم مستنيينها من الأول، وهي إرسال العمل بتاعك. وهنا بنسبة تقريبا 90% انت بترسل على الايميل بتاعهم، الا كام دار نشر هي اللي بتقولك انك ترسل لهم على الموقع بتاعهم، هم هيكونوا كاتبين